السلام عليكم. حاليا في انديه ممكن تصرف فلوس كتير عشان تجيب لاعب معين، وده لضمان حصولهم على اقصى استفاده من اللاعب، استثمار يعني. واحيانا بيتم وضع شروط او بنود في العقود من اجل اتمام الصفقه. ومع انتهاء الميركاتو الصيفي لهذا العام، فاهلا بكم يا اصدقائي في حلقه جديده. واليوم سوف نتعرف على اغرب 10 بنود في عقود لاعبين كره القدم. وقبل ما نبدا الفيديو صلي على النبي واعمل لايك واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، ويلا بينا. في المركز العاشر طياره خاصه والا مش لاعب. في سنه 2011 بعد ما ايتو مشي من انتر ميلان انضم لنادي مخاتشكالا الروسي، يا رب اكون قلت اسمه صح، ولكن كان في مشكله بالنسبه له، وهي ان مدينه مخاتشكالا اللي فيها النادي ما فيهاش رفاهيه كويس. فايتو قال لهم بصراحه كده انا عايز اعيش في موسكو، ومع العلم موسكو بعيد عن مخاتشكالا حوالي 1000 ميل. فايتو وضع بند في العقد يسمح له بالحصول على طياره خاصه ليه، وده عشان يعرف ينتقل من موسكو الى مخاتشكالا بكل سهوله. وبالفعل تم تنفيذ طلب وقعد في النادي لمده موسمين، ولعب 53 مباراه وسجل 25 هدف، وبعدها انتقل لنادي تشيلسي. في المركز التاسع العائله اولا. لاعبين كتير بيدوروا على مصلحه عائلتهم عند التوقيع مع الانديه، ولكن اللاعب الكونغولي رولف كريستال جيمين اخذ الموضوع بشكل غريب شويه، وهو انه اثناء توقيع العقد مع نادي فرانكفورت سنه 1999 طلب انه يحط بند ينص على ترتيب دروس طبخ لزوجته، واصر اللاعب على تحسين مهارات الطهي، وده هيساعده على التاقلم بشكل افضل مع كره القدم الالمانيه. في المركز الثامن السهر مهم. يعتبر رونالدينو احد افضل لاعبين كره القدم على الاطلاق، وبالرغم من قمه مستواه في البدايه الا ان مستواه تدهور سريعا بشكل ملحوظ، وده بسبب ميله القوي ناحيه الحفلات او الملاهي الليليه، فتركيزه على كره القدم او التدريبات اليوميه كان قليل. ففي سنه 2011 قرر رونالدينو ان يغادر نادي ميلان الايطالي، وده عشان ينضم لنادي فلامينجو البرازيلي. والغريب انه طلب بند في العقد ينص على السماح له بالذهاب الى الملاهي الليليه مرتين في الاسبوع، وطبعا نادي فلامينجو وافق على طلبه، ده رونالدينو يعني. في المركز السابع تاكد من ان كل شيء واضح تماما. في سنه 1996 تعاقد النادي الالماني ارمينيا بيلفيلد مع اللاعب جوزيبي رينا لمده 3 سنوات، ولكن رينا كان عنده طلب غريب عند انتقاله لفريق البوندسليغا، وهو انه طلب من النادي بناء بيت جديد ليه كل سنه، وده يعتبر جزء من عقده يعني. وبشكل لا يصدق قبل رئيس النادي مطلب اللاعب، وفي نهايه السنه اللاعب قال لهم ها فين البيت بتاعي؟ اتفضل. ايه ده، فين البيت اللي انا طلبت انه يتعمل كل سنه؟ حضرتك ما قلتلناش على نوع البيت اللي انت عايزه او مكانه فين او اي مواصفات ليه. حرفيا عملوا له بيت من مكعبات الليجو. وبعد انتهاء مده العقد رفع دعوى قضائيه ضد النادي بتهمه خرق العقد على اساس انه مش هيطلب بيت من الليجو يعني. وبالفعل تم مراضاه اللاعب بتعويض نقدي ليه. فالقاعده الاولى من العقود تاكد من ان كل شيء واضح تماما. في المركز السادس ودوني الفضاء. واحد من اكثر البنود غرابه في عقود لاعبين كره القدم. في سنه 1999 تعاقد نادي ساندرلاند الانجليزي مع اللاعب ستيفن شوارتز لمده 4 سنوات. وقتها كان عالن رغبته في زيارة الفضاء مع إحدى الشركات التجارية، وكان من المقرر أن الشركة تغادر أو تسافر الفضاء في سنة 2002. ولكن لما مسؤولين نادي ساندرلاند عرفوا الموضوع ده فأصروا على وضع بند في عقد اللاعب ينص على أن اللاعب لا يمكنه بدء مهنة جانبية كرائد فضاء، يعني بمعنى صح ما ينفعش يسافر الفضاء نهائي لغاية ما يخلص مدة عقده، ولو عمل كده سيتم فسخ العقد. وقتها الجمهور كان مسميه رجل الفضاء. فضل شوارتز مع النادي الإنجليزي طول مدة العقد ولم يسافر الفضاء، واعتزل اللاعب ولم يحقق حلمه. في المركز الخامس كله إلا أرسنال. في سنة 2013 اعلن سواريز عن مغادره ليفربول، واللاعب كان عنده بند في عقده بامكانيه بيعه عادي، ولكن بشرط ان يكون العرض المقدم اكثر من 40 مليون جنيه استرليني. وقتها ارسنال قدمت عرض قيمته 40 مليون جنيه استرليني زائد جنيه استرليني. فسخر مالك ليفربول جون تيري وقال برايك ماذا يدخنون هناك في ملعب الامارات؟ ومع الوقت ليفربول حب ينتقم، ففي سنه 2015 تعاقدوا مع فيرمينو القادم من هوفنهايم، وتم وضع بند في العقد ينص على انه يمكن شراء فيرمينو مقابل 82 مليون جنيه استرليني، وده لاي نادي ما عدا نادي ارسنال. في المركز الثالث البضاعة المباعة ترد. في سنة 2014 تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع فالكاو القادم من موناكو على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء. وقتها فالكاو كان بيتصاب كتير في ركبته، لدرجة إنه أثناء ما كان بيلعب مع موناكو اتصاب إصابة خلته يغيب عن الملاعب حوالي 6 شهور. فعشان يونايتد يتأكد من عدم إهدار هذا الاستثمار فحطوا بند في العقد يسمح لهم بإنهاء الإعارة في حالة عودة الإصابة. وبالفعل فالكاو اتصاب وقعد في النادي سنة واحدة، ولعب 26 مباراة وسجل 4 أهداف فقط، وبعدها تم إعارته لنادي تشيلسي. في المركز الثاني الهولندي الذي لا يطير. في مقابل كل لحظة سحرية في هايبر اللي هو كان ملعب أرسنال سابقا، كانت هناك هزيمة في دوري أبطال أوروبا خارج الديار في غياب اللاعب دينيس بيركامب، اللاعب اللي كان محاط بالغموض بسبب خوفه من ركوب الطائرات، وكان يبذل قصارى جهده للسفر برا عندما يكون ذلك ممكنا. فالقصة وراء الموضوع هي تجربة أو صدمة نفسية. ففي سنة 1989 أثناء ما كان بيركامب بيلعب في أياكس بعمر ال20، وقتها فقد العديد من الأصدقاء بسبب حادثة طائرة سورينام، وكان فيها 176
75 لاعب من الدوري الهولندي ومسافرين لسورينام من اجل التنافس في حدث خيل. وقتها بيركام كان هيسافر معاهم هو ورود خولت ورايكر، ولكن انديتهم رفضوا سفرهم. ومن بعد الحادثه بيركام كان بيركب الطائرات عادي ولكن من غير نفس او غصب عنه، فاللي زود الطين بله هو مونديال 1994، وده لان محرك طائره المنتخب الهولندي انقطع لفتره قصيره اثناء ذهابهم لامريكا. هو اي نعم تم اصلاحه ولكن الموضوع عقده تماما، ودارت الايام وارسنال تعاقدوا معاه، فقال لهم هو بيمضي العقد انا مش هسافر بالطياره ابدا. ارسنال وافقت على عرضه لكنهم خصموا 100,000 جنيه استرليني من راتبه. وبعد مده دينيس بيركامب قال لدي هذه المشكله ويجب ان اتعايش معها، لا استطيع ان افعل اي شيء تجاه ذلك، انه امر نفسي ولا استطيع تفسيره. في المركز الاول ممنوع العض. في سنه 2014 قرر نادي برشلونه ان يتعاقد مع اللاعب لويس سواريز، بس كان في مشكله، سواريز كان متوقف مؤقتا وقتها بسبب انه عض اللاعب الايطالي كيليني، وده حصل اثناء ما كان بيلعب مع اوروجواي في مونديال 2014، وما كانش اول مره يعمل الحركه دي لان قبلها عض لاعب ايندهوفن عثمان باكال اثناء ما كان بيلعب في اياكس، وكمان عض لاعب تشيلسي ايفانوفيتش اثناء ما كان بيلعب في ليفربول. ولضمان استثمار برشلونه الضخم في لويس سواريز وانه مش هيضرهم مستقبلا لانهم كانوا جايبينه من ليفربول بحوالي 82 مليون يورو، وده ما كانش مبلغ قليل وقتها، فاضطروا انهم يحطوا بند في العقد يمنع لويس سواريز بعض اي لاعب والا هيدفع غرامه كبيره. وبس كده. لو تعرف اي بند غريب في عقد اي لاعب انا ما قلتوش اكتبه في الكومنت، ولو ما كنتش اشتركت في القناه مستني ايه؟ بجد لا بجد مستني ايه؟ اشترك يا عم واعمل لايك لان ده مهم جدا بالنسبه لي، وصلي على الحبيب قلبك يطيب والى لقاء قريب.